بيبدأ الفيلم بواحدة اسمها ميليسيا، واللي بتعرف من خلال الدكتور بتاعها انه باقي في حياتها حوالي 5 شهور وتموت، وده بسبب اصابتها بمرض السرطان. بس اللي بيكون شاغل بالها في الوقت ده هو ابنها الصغير جان، ومين اللي هيرعاه بعد ما هي تموت، خصوصا لان ابوه متوفي. وكمان بينه وبين ميليسيا علاقة ارتباط قوية جدا، لدرجة انه جان ما بيعرفش ينام كل ليلة الا وهي بتنيمه. وتاني يوم بتروح لها فتوش صاحبتها البيت، وبتكون فتوش عرفت خبر ان ميليسيا هتموت قريب، فبتسألها اذا كان ممكن يكون لجوزها قرايب تودي جان عندهم. لكن ميليسيا بتقول لها انه مفيش قرايب لجوزها، فبتفكر فتوش ليها في فكرة تانية، وبتنصحها بان هي ترتبط بشخص ارتباط عاطفي وتبقى مطمنة على جان بعد ما تموت، لان اكيد الشخص ده هيرعاه ويهتم بيه. لكن ميليسيا بتكون فكرت في الفكرة دي قبل كده، لكنها محستش انها مناسبة، فبتقوم وبتنزل وبتسيبها. وبنروح بعد كده للمطعم اللي ميليسيا وفتوش بيشتغلوا فيه، وبيكون في زبون بينادي على ميليسيا وبيعاكسها، فبتتضايق ميليسيا لكنها بتشوف شغلها وبتروح تشوف طلباته. فبيتضايق منه جان وبيكون عاوز يتخانق معاه لانه بيغير على امه جدا. وبنرجع للبيت بالليل، وبتقول ميليسيا لجان انها بتفكر تتجوز، لكنها بتلاقيه رافض الفكرة تماما، ومش عاوز حد يحل محل والده او ياخد منه امه، خصوصا في اخر 5 شهور في عمرها. وتاني يوم بتكون ميليسيا وجان في كافيه وبيشتروا قهوة وكيك، فبيجي ويقف وراهم فرات لاعب دراجات هوائية معروف، وبيكون عاوز يشتري هو كمان. فبتطول قدامه ميليسيا لأن جان بيقعد يعد الفلوس قطعة قطعة، وكأنه بيضايق فرات وبيغيظوا عشان يوقفوا كتير. فبيتضايق فرات منهم وبيقول لهم إنهم معطلين الطابور كله. فبتخلص ميليسيا وبتاخد ابنها وبتخرج وهي متضايقة، وبتروح ميليسيا تشتري سجاير، فبتلاقي عند البياع مجلات عليها صور فرات وفي أخبار عنه، فبتعرف إنه لاعب دراجات هوائية مشهور، فبتشتري السجاير وبتمشي. وفي الشغل بتعرض فتوش على ميليسيا مجموعة صور رجالة من على مواقع مواعدة، وبتقول لها انها عملت لها اكاونت عليه. لكن ميليسيا بتكون رافضة فكرة الارتباط بالشكل ده. وفي بيتها بعد الشغل بتبدأ تتكلم ميليسيا مع فتوش عن فرات، وبتقول لها بان هي بتفكر ترتبط بيه. فبتتفاجئ فتوش وبتنبهها بانه ممكن ما يكونش يصلح اب لجان، لكن ميليسيا بتكون عاوزة تجرب. وبالليل بتكون فتوش عرفت فرات بيسهر فين، فبتقول لميليسيا وبتقرر تلبس وتروح على المكان اللي بيسهر فيه. وفي الوقت ده جان بيكون متضايق لان هي هتخرج وتسيبه، لكنها بتراضيه وبتوعده انها مش هتتأخر. وبتخرج فعلا وبتروح المكان اللي فرات سهران فيه، وبتخش وبتقف عند البار، وبيجي فرات وبيقف معاها وبيتكلم معاها شوية، وبعدها بيشربوا مع بعض. لكنها بتحس انه عاوز يعمل معاها علاقة عابرة، وبيعتقد ان هو افتكرها سهلة عشان جوزها مش موجود، فبيقول لها انها مش النوع المفضل بالنسبة له، وبيسيبها وبيمشي. فبتروح وبتمسك المايك وبتغني اغنية عن الحياة والامل، وبيكون فرات مبسوط وهو بيسمعها. وبتكون ميليسيا حاسة بكل كلمة بتقولها، وده نتيجة مرضها. وبتخرج بعدها ميليسيا من المكان وبتقف بره تشرب سيجارة، فبيخرج لها فرات وبيقف معاها وبيعزمها على العشاء، فبتوافق. وبيروحوا مطعم بسيط على البحر، وبيقعدوا يتكلموا شوية قدام البحر، وبيبدأوا يتكلموا عن نفسهم. وبتروح ميليسيا البيت وبتلاقي جان نايم على الكنبة مع فتوش، فبتقرب منه وبتحط له البندانة في ايديه وبتديله بكرة مناديل، لكنه بيصحى وبيكون غضبان لان ميليسيا لأول مرة تسيبه ينام لوحده ومن غير حتى ما تديله البندانة اللي بينام بيها. فبيرمي جان المناديل على الأرض وبيسيبها وبيمشي. وتاني يوم بيتصل فرات بميليسيا وبيعرض عليها يتعشوا سوا في مطعم تاني يوم، فبتقوله انها مش هتعرف تسيب جان لوحده، فبيقول لها مفيش مشكلة هاتيه معاكي. فبتفرح ميليسيا وبتروح تاني يوم فعلا، وبتاخد جان معاها، لكنه بيكون متضايق من فرات وعاوز ياخد مامته ويمشي. لكنها بتحاول تقربه من فرات، بس هو بيكون مش قابله خالص، وبيفضل جان يعيط بطريقة مصطنعة جدا. فميليسيا بتتضايق منه وبتطلب منه انه يتأدب، وبتوصفه انه هو بيمثل من كتر الافلام اللي بيتفرج عليها. وبيعرف فرات بالصدفة وهو بيتكلم مع جان انه بيحب افلام العربيات وبيحب العربيات تحديدا، ولما بيزهق فبيقوم حارق مفرش الترابيزة اللي هم قاعدين عليها، فالدخان بيخلي اجهزة انذار الحريق تشتغل، فبتغرق رشاشات المية المطعم كله، وبيفضحهم جان وسط الناس. وبعد كده بيرجعوا البيت وبتوبخوا ميليسيا وبتقوله انه فرات اكيد مش هيعرفها تاني، لكنها بتتفاجئ بفرات بيتصل بيها وبيطلب منها انه يكلم جان، فبتديله التليفون يكلمه، وبيعزموا فرات انه يركب معاه عربية سباق تاني يوم ويفسحوا بيها. فطبعا جان بيوافق، وتاني يوم فرات بياخد جان وبيركبوا عربية وبيمشوا بيها على الطريق السريع. وبتكون ميليسيا راكبة مع فتوش فيسبا وماشية وراهم، وده مش عشان هي قلقانة على ابنها ولا حاجة، لكن هي قلقانة على فرات من ابنها. وفي الطريق بيطلب جان من فرات انه يقف
بيقف بالعربية وبيسأله جان هو عايز ايه من مامته، فبيقول له فرات انه عاوز يكون صديقها، لكن جان بيرفض وبيقول له بان مامته صديقته هو وبس، وانه مش عاوز اي حد يدخل في حياتهم. فبيفهم منه فرات بانه ما عندوش اصحاب، ويمكن عشان كده متمسك بامه جدا، لان هي معوضاه عن احساس الصداقة اللي هو مفتقده خصوصا في سنه الصغير ده. فبياخدوا فرات على محمية حيوانات وبيكون عاوز يشتري له كلب، فبيرفض جان في الاول، لكنه بيلاقي بنت صغيرة داخلة المكان، فبيقرر يدخل هو كمان، وبيروح جان وبيقف مع البنت قدام كلب ابيض وبيبدأ يتكلم معاها وبيستظرفوا بعض، وبتجيلهم ميليسيا هي وفتوش، وبيكون جان في الوقت ده شبط في كلب ابيض وعاوز ياخده للبيت. فميليسيا بتقوله ان بيتهم صغير، فبيروح جان باصص لفرات وبيقوله يقنعها، فبيحاول فرات انه يقنعها فعلا، فبتقوله ميليسيا ان هي ما عندهاش مانع بس يربوا الكلب ده عنده هو في البيت، فبيضطر فرات انه يوافق. وبيروحوا بعدها على بيت فرات ومعاهم الكلبة وبيسموها شيرين على اسم البنت الصغيرة اللي جان قابلها، لكن جان ما بيكونش عاجبه الاسم لان البنت كانت ظريفة بالنسبة له، فبيقول له فرات انه ممكن يغير اسمها، فبيسمي جان الكلبة باسم فرات، وبيقعدوا يضحكوا هو ومامته. وتاني يوم ميليسيا في الشغل بيكون جان معاها في المطعم، فبيكون نفس الزبون اللي كان بيضايقها موجود وبرضه بيعاكسها، لكن المرة دي بيلاقي فرات في ظهره وبيقول له بانه عيب يعاكسها وطلب منه يعتذر لها، فبيعتذر لها الزبون ده، وبتنبسط جدا ميليسيا من غير فرات عليها، وبيتبسط جان كمان لانه كان متغاظ من الزبون ده جدا، فبيطلب جان من فرات بانهم يخرجوا يتكلموا شوية، وبياخدوا وبيتمشوا وبيروحوا يقفوا قدام محل، فبيروح جان ماسك طوبة وكاسر بيها ازاز المحل، فبيخرج صاحب المحل بحديدة وهو متعصب، والناس كمان في الشارع بتتلم، وبيعرف صاحب المحل من فرات بان جان هو اللي كسر الازاز، وبيقول له فرات ده عيل صغير واهله سايبينه معلش، فبيهدى الراجل شوية، لكن جان بيروح باصص لفرات وبيندهوا ببابا، فالناس بتبدأ تبص لفرات بعصبية، فبيروح شايل جان وبيجري بيه من الناس لحد ما بيهربوا منهم، وبعدها بيسألوا فرات هو عمل ليه كده، فجان بيقول له انه حب يتأكد اذا كان فعلا هيقدر يحميهم ولا لا، فسألوا فرات هنا طب وايه النتيجة، فجان بيقول له النتيجة انك طلعت بتعرف تجري، فبيضحك فرات وبيضحك مع جان، وبيحس فرات بان الحواجز اللي بينهم بدأت تتشال. وتاني يوم بيروح فرات ياخدهم وبيروح البيت عنده عشان جان يلعب بالكلب، وبيسأل فرات ميليسيا عن سر ان جان دايما معاه مناديل، فبتقول له ميليسيا بان ابو جان خرج مرة عشان يشتري مناديل لكنه مرجعش ومات، ومن وقتها جان عنده فوبيا بان هو مش عاوز المناديل تخلص منه عشان ما اخرجش انا كمان اشتري فيحصل لي زي ابوه، فبيفهم فرات سر تعلقه بالمناديل، وبتبدأ بعدها علاقة فرات تتطور مع ميليسيا وتاخد شكل الارتباط اكتر من ان هي تكون صداقة، وكمان بدأ جان يحب فرات ويحس انه انسان كويس هيحافظ على مامته وهيحافظ عليه. وفي يوم بيكونوا في مطعم ومعاه فتوش، فبيلاحظ جان بان ابوه واقف بره المطعم لانه شاف له صورة قبل كده، فبيروح له جان وبينادي عليه وبيبدأ يعيط، فبتجري عليه ميليسيا هي وفرات، فبتبدأ هي كمان تنادي على ابو جان واللي المفروض ان هو مات، فبيغمى على ميليسيا وبيطلب لها فرات الإسعاف وبيوديها المستشفى، وبتقضي اليوم ده كله في المستشفى. وتاني يوم بتجيلها فتوش المستشفى تطمن عليها، فبتسألها ميليسيا عن جان، فبتقول لها انه بايت عندها، وبتاخد ميليسيا بالها ان فرات كان سهران في المستشفى طول الليل وما نامش عشان كان قلقان عليها، فلما بتقعد معاه ميليسيا بيلومها فرات بان هي ازاي تخبي حاجة مهمة كده عن ابنها وتقوله انه ابوه مات وهو عايش، وكمان فرات بيكون عارف موضوع انها هتموت قريب، فبيقول لها انت كمان كنتي عاوزة ترتبطي بيا عشان ارعالك ابنك بعد ما تموتي. فميليسيا بتتضايق منه جدا وبتحاول انها تبرر له، لكنه بيكون قاسي جدا معاها في كلامه، فبتمشي ميليسيا وبتسيبه، وبيقعد فرات يعيط بعدها لانه فعلا حب ميليسيا بجد. فبتروح ميليسيا الفتوش عشان تشوف ابنها، فجان بيفضل يزعق فيها وبيلومها بانها خبت عليه بان ابوه لسه عايش، وبيقول لها يا ريتك كنتي متي مكان بابا، فبتقول له ده مش ابوك، وبتبدا ميليسيا انها تعيط وبتصعب على جان وبيطبطب عليها وبيحضنها وبيقول لها انا اسف. وفي يوم بتتصل ميليسيا بفرات وبتطلب منه انه يجي يقابلها ضروري، فبيروح لها فرات البيت وبتحكي له قصه كانت غايبه عنه ونسيها، وبتفكره بان هي لما كانت طالبه صغير كان وقتها شكلها متغير، فكانت بتروح كل ليله مع اصحابها يسهروا، وفي مره شافت فرات واعجبت بيه وحبته، بس كان حب من طرف واحد، ولما تعرفوا على بعض راح معاها ليلتها البيت وحصلت ما بينهم علاقه، وحملت بعدها في جان، فابوها طردها وقطعها، وبتلوم ميليسيا فرات بانه وقتها وعدها بانه مش هيتخلى عنها وهيكملوا حياتهم مع بعض، لكنها ما شافتهوش من ليلتها، ولما كانت بتروح تسأل عليه في الشركة بتاعته كانوا بيقولوا لها بانه مش موجود، ومن وقتها
قررت ما تحتاجش لحد وتربي ابنها بنفسها، واخترعت قصة أبوه دي عشان جان لما كبر بدأ يسأل عن أبوه كتير، فلجأت وقتها للفكرة دي وجابت صورة لصديق ليها مسافر ألمانيا وفهمت جان بإن هو ده أبوه، والراجل ده طبعا هو اللي لقوه عند المطعم. وجان وقتها افتكروا إن هو أبوه، وميليسيا بتقوله إنها لسه بتحبه وإن مشاعرها صادقة ناحيته وبتتمنى إنهم يرجعوا لبعض. وبتخلص ميليسيا كلامها مع فرات بعد ما بيعرف الحقيقة بإن جان يبقى ابنه، لكنه مش بيعلق وبيقوم وبيسيبها وبيمشي. وبعد كده بتبدأ صحة ميليسيا تتدهور أكتر، فبتروح لفتوش وبتسيب لها جان يقعد معاها شوية، وبتقول لها إنها عاوزاه يتعود بإن هي تكون مش موجودة عشان لما تموت ما يتفاجئش. وبترجع بعدها ميليسيا البيت وبتفضل تبص لكل محتويات شقتها وكل ركن فيها وبتملى عينها منهم عشان عارفة إنها مش هتشوفهم تاني. وفي نفس الوقت بيكون فرات مقضي أيامه كلها شرب وسكر عشان يهرب من القصة اللي عاشها مع ميليسيا. لكن تاني يوم بياخد الكلب وبيروح المطعم اللي ميليسيا بتشتغل فيه وبيلاقي فتوش، فبيسألها عن جان، فبتقوله بإنه عندها في البيت، فبيقول لها تعالي نروح له. وبيروح ياخد جان من بيت فتوش وبيخرجه في الجنينة عشان يلعب شوية مع الكلب. وبتبدأ مشاعر الأبوة تتولد في قلب فرات ناحية جان ابنه، وبيكون جان مبسوط من وجود فرات جدا، خصوصا بإنه وعده ما يتخلاش عنه أبدا. وبعدها بياخد فرات جان ابنه وبيروح لبيت ميليسيا وبيحضر الفطار، وبتقوم ميليسيا من النوم وبتتفاجئ بفرات وبتتبسط جدا، وأخيرا بتطمن على جان وبتحس إنها هتسيبه وهي مطمنة عليه. وبيقضي فرات معاهم الليل لحد ما بتنام ميليسيا وجان، وبياخد جان وبينيمه على سريره وبيجي يقعد جنب ميليسيا وبيطبطب عليها وبيقول لها بإنه هيكون دايما جنبها ومش هيسيبها أبدا. وبيدخل بعدها ينام جنب جان، فبتدخل لهم ميليسيا الأوضة وبتحضن جان الحضن الأخير، وبيفضل جان يعيط لكنها بتسيبه وبتروح ميليسيا للبحر وبتنزل المية وبتغرق نفسها لأن انتظار الموت بالنسبة لها أصبح شيء صعب جدا. وبتكون ميليسيا سابت في بيتها دفتر مذكراتها واللي رسمت فيه حياتها كلها بشكل رسومات تعبيرية، فبيقوم فرات من النوم وما بيلاقيهاش في البيت، ولما بيلاقي دفتر مذكراتها بيبدأ يعيط وبيعرف إن هي انتحرت. ومن بعدها بيعيش جان مع أبوه، وبيكون فرات بيديله دفتر مامته يحتفظ بيه وبيوعده بإنه هيفضل يرعاه طول عمره ومش هيحسسه بإنه يتيم أبدا. وبيحضن جان أبوه وبيحس بالدفى معاه، لكنه طبعا بيكون مفتقد لأمه. وبيخلص الفيلم على كده. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتقول رأيك في الكومنتات.